شايف من يقولوا لك خذ تليفون هو ضد المي ومن تاخذه وتسبح بيه وتريد تقص صور جوا بالمي. فيفو اطلقت هذا الجهاز الجديد اسمه واي 29، فقررت انه اني اخذ هذا الجهاز المواصفات اللي موجوده به. بصراحه انا كلش حبيته، ضد الغبار ضد الصدمات وضد المي، بس الصدمات انا راح اجربها على الجوز واشوفه ينكسر لو لا. خلينا نشوفه يشتغل. الجهاز شغال، كل شيء ما بي. بعد ما جربناه ضد الصدمات اجى الوقت حتى نشوفه هو ضد المي لو مو ضد المي، بس بصراحه اني خايف. بس قبل ما نجربه خلي احكي لكم المواصفات اللي موجوده بيه. بطاريه هذا الجهاز فعلا عملاقه ويستحق انه انسان يشيل هذا الجهاز. البطاريه مالته 6500 ملي امبير، وسرعه الشحن مالته 44 واط. معدل تحديث الشاشه مالته 120 هرتز، يعني انت راح تشوف سرعه كلش قويه هي موجوده عندك بالشاشه. اتخيل وياي المعالج مالته سناب دراجون 685، يعني الجهاز جبار. الكاميرا الاماميه اللي موجوده بهذا الجهاز الجميل هي 8 ميجا بكسل، موجود بكاميرتين خلفيه، الرئيسيه هي 50 ميجا والثانيه هي تكون 2 ميجا. الكابتنين الاثنين اللي موجودين هنا انا طلبت من عندهم اخذ لهم صوره حتى اشوفكم ميزه الذكاء الاصطناعي شلون اقدر اخفي واحد من عندهم. راسا نجي على تعديل، هنا أنا نجي راسا احنا نجر خط بسيط، هو راح ياخذ المكان الصح ويخفيه بالكامل. وهاي النتيجه طلعت عندنا. وايضا الذكاء الاصطناعي المدمج بهذا الجهاز هو يدعم ترجمه الشاشه وبنفس الوقت البحث الدائري. الذاكره العشوائيه اللي موجوده بهذا الجهاز هي فعلا جباره، 8 زائد 8 يعني 16. سعه التخزين مالته هي 256 جيجا. اول جهاز بالعالم هم يضيفون عليه وضع الرياضه الالكترونيه. راح عندك هنا يأشر، عندك 3 خيارات: توفير الشحن، الوضع المتوازن، وعندك هنا الوضع الثالث هو البوست. راح يرفع عندك اداء الجي بي يو والسي بي يو. عشاق الالعاب هذا الجهاز كلش راح يفيدكم. وهسه احنا اجينا الوقت المي، بس انا ما راح اذبه بسطله، راح اذبه بمسبح كامل واشوفه يشتغل لو ما يشتغل. هسه خلي اشيت عليه واروح اجيبه. شايف من يقولوا لك خذ تليفون هو ضد المي ومن تاخذه وتسبح بيه وتريد تقص صور جوا بالمي ويطلع هو فعلا ضد المي، وبراحتك تقدر تاخذ صور وتقلب. اكيد هذا بس موجود بفيفو. فيفو فعلا هو راح يكون صديقي، فاكيد انا انصحكم بهذا الجهاز الجميل. بس انا من اقول لكم ضد الكسر، انتم مو تجيبون طابوقه وتقومون تضربون به، ومن قلت لكم ضد المي انتم مو نفس تجون وتذبونه بالمسبح، لا هو يتحمل المطر او اذا فجاه من عندكم وقع بالمي يتحمل. اكيد هذا الجهاز هو كلش مميز، وغالبا راح يكون هو موجود باغلب الاسواق العراقيه، تقدرون تشترونه، واول ما تشترونه راح يجي وياه ايربود هديه.